لما بيروح يقدم على ورق السفر الموظف بيروح يحط ختم الرفض على طول وبيوقفه بسرعه، بيقول له انت بتعمل ايه؟ انا كل ورقي سليم. وبيزعق له بيقول له ما تلمسنيش، وبيقول له انا لازم اعرف سبب الرفض، وبيقول له انا اللي بشك فيه برفضه على طول، وبيقول له كمان لازم يكون معاك $5000 عشان تسافر. وبيوري له المحفظه وبيطلع معاه اكتر من كده بكتير، وبيقول له طب معاك تذكره عوده، وبيوري له صوره على التليفون عشان ما يكونش ليه حاجه تاني، فبياخد منه التليفون وبيمسح الصوره وبيزعق له بيقول له ايه اللي انت عملته ده، وبينده على امنه وبيخليه يحطه في صاله الانذار مع الناس. وهم قاعدين بيسال واحد وبيقول له اعمل معاهم ايه، وبيقولوا دي ناس مفتريه وهم بيعملوا كده عشان عايزين فلوس ليهم. وفعلا بيمسك فلوس وبيحطها في الكوبايه عشان الناس ما تاخدش بالها، وظابط بيديله تاشيره وبيقول له يمشي، وبيروح للظابط وبيقول له انا عايز اعمل زيه، وبيقول له ماشي هتدفع $5000، وبيقول له بس ده كتير قوي ده كل اللي معايا، وبيزقه وبيقول له خلاص اقعد مفيش سفر. وظابط التاني بيروح للبنت دي وبيقول لها حضرت الفلوس، وبتقول له انا مش معايا المبلغ ده، وبيحط ايده على رجليها وبيقول لها خلاص في طريقه تانيه ممكن تدفعي بيها، وبيشدها وبيقول لها يلا قومي، والولد بيكون شايف اللي بيحصل وبيدي $100 للظابط عشان يوديها الحمام. واول ما بيخرج بيلاقي الظابط والبنت، فبيقول للظابط بص كده، واول ما بيلف وشه بيطلع يجري على طول عشان ينقذ البنت، وبيدخل في الوقت المناسب وبيصوره، وبيقول له لو ما سبتناش نمشي هحبسك بسبب الفيديو ده. فصاحبه بيجي بيضربه بطفايه الحريق على دماغه وبيغمى عليه، وبيكسر التليفون بتاعه عشان ما يكونش ضدهم دليل. والبنت بتعرفهم انها ظابط وكانت بتعمل اختبار عشان جالنا بلاغات كتير في السفاره انكم لو ما خدتوش رشوه ما بتخلوش الناس تسافر، وبتستخدم المايك بتاع ظابط من المرتشي وبتقول ابعتوا لي قوه، وبيجي البوليس وبيقبض عليهم.